شيماء شهيب مرة أخرى. شيماء، ذكرت لنا إحدى محاصرات معك منذ قليل أن محاولات قد تمت من قبل البلطجية لاقتحام المسجد ولكنها فشلت. أنا عايزة أقول لحضرتك إن الوضع أصلا زاد سوء، يعني من سيء إلى أسوأ. إحنا عندنا ناس كبار في السن أصلا، يعني رجالة وستات. إحنا ما أكلناش وما شربناش من امبارح بعد الظهر، من ساعة ما كنا محاصرين من بعد أذان العصر، وصوت ضرب علينا ودخلنا المسجد تم محاصرتنا فيه لحد الآن. إحنا الآن داخلين يعني في بعد 24 ساعة. الناس هنا مترقبة، يعني تتوقع في أي لحظة إنه يتم اقتحام المسجد عليها. كان في جنازة، الجنازة طلعت، تم ضرب الجنازة من خلال، يعني تم ضرب الجنازة أساسا. يعني أنا مش فاهمة يعني أي جنازة سيدة شيماء؟ جنازة خرجت من المسجد؟ احنا امبارح بعد اطلاق الغاز المسيل للدموع على المسجد بكثافة كبيرة، في يعني اختي كانت موجودة. احنا ما نعرفش، يعني هي تقريبا شكلها كانت مريضة او حاجة زي كده. نعم، نحن نعلم بوجود جثتين داخل المسجد الآن، إحداهما لسيدة فارقت الحياة في ساعات الفجر. يعني المعنى أقصد، هل خرجت جنازة هذه السيدة الآن من مسجد الفتح؟ نعم، هو في اساسا الاسعاف لما جت عشان تاخدها عشان توديها مصلحة، لانه ما ينفعش ان هي تفضل في المسجد. لو فضلت في المسجد اكتر من كده، يعني المسجد يعني ما فيش فيه تهوية، الناس كلها متكدسة داخل المسجد. ولا احنا كده بنكرر المأساة اللي حصلت في مسجد الإمام، ان الجثث فضلت في المسجد لحد لما دلوقتي المسجد يعني بقى يعني حاجة لا تطاق. احنا مش عايزين نكرر نفس المواضيع، ولكن يعني جنازة جثمان هذه السيدة خرجت من المسجد. كان هناك سيارة إسعاف بانتظارها حسب ما تقولين سيدة شيماء. تم الهجوم على سيارة إسعاف، هذا ما تقولينه؟ ايوه، تم. البلطجية والامن المركزي هجم على الإسعاف واطلق عليها الرصاص. يعني كان هناك حديث ايضا من محاصرين اخرين ومنك ايضا على ما اعتقد عن وجود جثة اخرى لاحد الذين توفوا في الليل او مساء امس. هل ما زالت موجودة ام ايضا اخرجت بجنازة من المسجد؟ لا ما زالت موجودة. طب هو ما الذي اخرج، يعني ما الظروف التي اخرجت هذه جثمان السيدة وابقت على جثمان الرجل الاخر؟ هو اصلا الجنازة الثانية كانت طفل صغير، ما كانتش يعني اللي موجود طفل صغير مش راجل كبير. هو طفل صغير. لما حصل ضرب واطلاق نار، الطفل ده اخذ رصاصة، كان واخدها في بطنه. يعني انا مش عارفة ايه هي نوعية الرصاص اللي خدها، فخرجت احشائه كلها بره. اذا هو جثمان للطفل يعني يقطع حاليا في المسجد. صحيح. طيب، ذكرت ايضا فاطمة منذ قليل ان البلطجية يقفون قرب النوافذ وقد كسروها بالفعل وهم يتكلمون معكم. هل ما زال هذا الوضع قائما؟ هل ما زالوا موجودين هناك؟ ما زال الوضع ده قائم فعلا. الوضع ده ما زال قائم. يعني شيماء، دعيني اشرح لك ما نشاهد، فقط فسري لنا. يعني خلف الباب هناك مجموعة من الأثاث، قطع الأثاث، وقد سندت بها أعداد المحاصرين هذا الباب من داخل المسجد. الآن هناك عدد من المحاصرين يقفون فوق هذا الأثاث وكأنهم يتحدثون إلى أحد في الخارج. هم بيحاولوا يعني البلطجية والجيش والشرطة بيحاولوا ان هم يقولوا ان احنا هنعمل لكم ممرات امنة اطلعوا من لكن ثبت بالدليل القاطع وثبت بالتجربة ان هؤلاء يعني ما لهمش طيب يا شيماء، فسري لي فقط هؤلاء الذين يصعدون فوق الأثاث خلف الباب، هل هم يصعدون للحديث إلى الخارج أم لتعزيز الثقل وراء الباب ومنع اقتحامه من قبل عناصر الأمن؟
الحقيقة أنا مش عارفة، أنا شايفاهم زي حضرتك إن هم خارجين بره، يعني منهم نساء إحنا تقانهم. إحنا مش قادرين نخرج بره، إحنا متأكدين إن هيتم اعتقال الناس دي أول ما تطلع بره. الصورة ملتبسة جدا، يعني هناك عدد من النساء قد صعدنا إلى أعلى كومة الأثاث هذه، ولكن لا ندري إن كانت يعني في طريقها للخروج أو طريقها للحديث إلى من هم في الخارج. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إنه مش كل الناس عندها نفس يعني الناس اللي موجودين في الاعتصام، اللي موجودين في المسجد، يعني ما هي الأصوات؟ إن الكل يعني يكون موجود، محدش يطلع بره. يعني مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. ما سمعناه كان نداء من داخل المسجد لأن يبقى الجميع الآن. يعني في الحقيقة أنا بتمنى إن كلهم يخرجوا، لكن على يتم اعتقالهم أو قتلهم أو التمثيل بيهم أو تنسيق يعني تنسيق قضايا للشباب ديت لمجرد إن هم كانوا موجودين في مسيرة أمن. طيب يا شيماء، يعني قولي لنا، هل هناك من المحاصرين داخل المسجد من يريد الخروج عن هذا الاجتماع، يعني الخروج وحده من داخل المسجد ويعني تعريض نفسه للقدر الذي ينتظره في الخارج؟ هي العملية عملية زي وكأنها لعبة قمار. يعني أنا هخرج بس ربنا يعلم بقى، يا أخرج وأرجع باسم سالم، يا إما أخرج وأنتظر المجهول. هو يعني اختيار، يعني الله يعلم بالناس اللي اختارت. هناك أشخاص الآن يريدون الخروج والمغامرة بمصيرهم. الناس يعني هي عايزة تخرج، عايزة تشوف مخرج، لكن في نفس الوقت في بعض الناس خايفة. يعني أنا في الحقيقة أنا ما اقدرش أقول لك إن أنا هخرج. أنا كمان أنا مش عارفة، أنا ما اعرفش بعد اللي أنا عملته امبارح ونقلت من جوه، يعني من جوه مسجد الفتح. أنا شيماء، أنا هيكون مصيري إيه؟ يعني يتصل، يعني أنا واحدة من الناس ما اعرفش، يعني هل مثلا هطلع هتفتش اول ما يعرفوا ان انا شيماء هيقبضوا عليا، يعني هتحول لمحاكمة، هيعملوا فيا ايه؟ انا ما اعرفش. بس انا موجودة هنا، مش هعمل حاجة، هفضل هنا لحد لما اخر نفس. ستبقين حتى اخر نفس. يعني هذا هو السؤال، يعني كيف ترين معنويات المحاصرين الان؟ من يستطيع البقاء منهم حتى اخر نفس؟ في ناس لحد الان ما كانتش ايه، قاعدة ونايمة، يعني قاعدة وما اتحركتش، لكن يعني في كده وفي كده، يعني في ناس عايزة تخلص، يعني مش عارفة اكتر من كده، وفي ناس يعني ما عندهاش مشكلة ان هي تنتظر وتشوف هو ايه اللي ممكن يحصل. كان هناك حديث عن وجود عدد من المصابين بإصابات خفيفة قبل ذلك، يعني في مصابين بإصابات خفيفة موجودين مكانه موجودين في المسجد. نعم، نحاول دائما يعني أن نطلب مساعدتك في تفسير ما نرى. هناك هتافات من شيخ وبقربه عدد من النساء، لماذا